السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، يوم سعيد عليكم. ربنا يجعله يوم كله هنا وسعادة وفرح وطاقة، وربنا يبعد عنكم اي حاجة وحشة، وربنا ييسر حالكم يا رب العالمين. لكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له ويجعله كده يوم من اسعد الايام عليكم بإذن الله يا رب. كلنا ندعي لبعض، كلنا نتمنى لبعض الخير، كلنا نحب بعض عشان خاطر الخير يجيلنا، وزي ما بتتمني لغيرك هيجيلك ان شاء الله. ربنا يجعلنا كلنا يرزقنا بالخير والبركة والسعادة والرضا. وأهم حاجة الرضا، إن الواحد يرضى بكل حاجة عنده. يلا بقى نبدأ مع بعض الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض نعمل إيه؟ نصلي على النبي الأول أهم حاجة، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد كده هنعمل ايه؟ هندخل نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو دوت. طبعا اديكم شايفين القناة بتاعتي لسه جديدة وما عليهاش اي مشتركين خالص خالص خالص، لان لسه فاتحاها جديد. ربنا يعوضني كده عن قناتي القديمه. قناتي القديمه اللي انا كنت شغاله عليها 4 سنين، بس بصراحه ما كانش عليها تفاعل بسبب الاخطاء اللي انا كنت بعملها. وانا قلت لكم عليها ان انا كنت بشتغل في جروبات وكده، واريح شويه واشتغل شويه، وكل ده ضر القناه بتاعتي. فادخلي اشتركي في القناه واعملي لي لايك على الفيديو دوت عشان قناتي تكبر بيكم، عشان اخلص شروط اليوتيوب بسرعه، لان الشروط بتبقى صعبه جدا. اول حاجه كده انا بدات الروتين بتاعي بالفطار. كنت جايه من السوق فدخلت على طول بالعبايه بتاعتي كده اهو. حطيت للولاد صبيت لبن وعملت لي انا برضو كوبايه شاي بلبن. انا كنت كان ياسين في الامتحان، وبسمله كانت في الدرس، لان هي في مرحلة تأسيس، وانتوا عارفين الأطفال اللي في التأسيس دول ما بيقعدوش. فكان على الصبح كده، يعني مش الصبح قوي يعني. راحت قبل الظهر كده، وديتها الدرس ورحت السوق، وجيت بقى من السوق رحت ايه لقيت اخواتها التانيين صحيوا، فرحت ايه عامله لهم كده لبن على طول، وانا شاي بلبن. تمام. هما بس دول اللي كانوا معايا، وكنت جايبه لكل واحده فيهم قرصه، او سميطه مش قرصه. فكانوا يعني ايه، بيحبوها يعني هم. فايه خدوا نصها كده هو بره قبل ما احطها في الشنطه، فقبل ما احطها قصدي في الصينيه، وخليت لهم بقى الباقي كده ايه على الصينيه اهو. وخدت السمسم اللي في الشنطه من تحت ورحت حطيته على اللبن كده من فوق، اغير لهم شكله عشان ايه يفرحوا كده وياكلوا بقى كده. لازم كده نغير لولادنا دايما عشان خاطر ايه نفسهم تتفتح وياكلوا حتى لو بحاجه بسيطه. ودخلت كده بقى، كنت ايه قبلها بيوم كنت جايبه الاوكسي، وكنت جايبه الفل. بص انا كنت بجيب فل، بس الراجل اداني ده بس مش عارفه اسمه ايه. المهم كنت جايباه كده، انا بجيب الفل الابيض. بجيبهم كده، بجيب كيلو وبجيب 10 جنيه الاوكسي. الكيسة ب10 أو ب15، وبفضيهم على بعض. وأوقات كنت بحط عليهم كلوروكس باودر، بس بصراحة دلوقتي بقيت بحط كلوروكس ألوان أو كلوروكس أبيض في المية. تمام. ابتديت بقى أعمل إيه، حطيتهم على بعض وخلطتهم كده وقلبتهم كويس. بصراحة بيوفر معايا الخلطة دي، ولو حابين أعملها لكم مخصوص في فيديو لوحده وأكلمكم عن المسحوق قولولي وأنا اعمله. وجبت كلوروكس الالوان كده وايه قصيت الكيس كده. الكلوروكس الالوان ده الكيس ب10 جنيه، وانا ما بقتش استغنى عنه ابدا ابدا ابدا. روحي كده بحبه جدا، بينضف الغسيل قوي. وابتديت بقى حطيت المسحوق بتاعي وشغلت الميه، وابتديت كده الف الغساله قبل ما احط فيها المسحوق، قبل ما احط قصدي فيها الهدوم عشان تدوب المسحوق تدوب. ورحت بقى نزلت ايه عليها بالغسيل بتاع الولاد. كان عندي غسيل كتير بتاع الولاد موسخ. الحمد لله الغسالة دي بتنضف يعني، ومع كلوروكس الالوان كده الهدوم بتطلع زي الفل. المهم انا بقى بغسل ازاي بقى بطريقتي على الغسالة دي. انا بغسل الهدوم كلها كده اهو، وكل اللي بغسلهم اروح مطلعاهم حطاهم في العصارة يتعصروا من غير ما يتشطفوا. اغسلهم الاول وبعد كده اطلعهم يتعصروا من الصابون، وبحطهم في طبق جنبي. وبعد ما بكون عصرت كل الغسيل، ابتدي بقى ادلق الميه ام صابون دي، وابتدي بقى احط ميه نظيفه واشطف في المكان الميه ام صابون. تكون الميه بقى نظيفه دي كتير كده وزي الطبق الكبير، فاشطف براحتي. المهم اديكوا شايفين بقى ايه. بعد ما خلصت الغسله هبتدي بقى اسحب كده الغسيل، اعصره على ايدي كده يعني بالراحه. اي حاجه حمراء انا حطاها في وسط الهدوم دي بكون غسلها قبل كده مره واتنين وتلاته ومجرباها ان هي ما بتنزلش. المهم بقى ايه هبتدي اخدهم كده اعصرهم. لو اول حطه
من الغسيل ولقيتي المية قاعدة نضيفة وكده ومستخسرة الصابون، عادي ممكن تحطي جنب الخرطوم طبق وتحطي في الخرطوم وتاخدي المية اللي هتنزل من العصارة وتحطيها في الحوض بتاع الغسيل تاني، عادي مش اشكال مادام المية نضيفة. وهبتدي بقى كده ايه اعصر وانزل المية ام صابون خالص. لما باجي بقى اشطف برتاح جدا، بتريحني قوي بصراحة، عشان خاطر ايه باكون نزلت المية ام صابون كويس جدا وعصرتها. بعد كده بقى باجي اشطف تكون المية اللي بشطف فيها تفضل نظيفة. الهدوم بلاقيها نزلت الصابون بتاعها خالص في العصر، فبعرف ان هي كده اول ما تتشطف هتنضف على طول. وهكذا برضو كل مرة اعصر واحط في طبق جنبي، وبعد كده في الاخر خالص اشطف مرة واحدة واعصر، ولا اعصره بقى راح انشره على طول. ف دي طريقة برضو حلوة للي ما يعرفهاش يعني في الغسالة دي. ويعني ممكن برضو حد يكتب لي في الكومنتات طريقته في الغسيل في الغسالة دي يعني ازاي. البتاع اللي فيها ورد دي من الجنب دي، ده الكفر بتاع الغسالة الاوتوماتيك. عندي غسالة اوتوماتيك، بس بصراحة لما ما بكونش جايبة اريال اوتوماتيك او مسحوق اوتوماتيك بغسل على الغسالة دي. بتريحني يعني عشان المسحوق بس يعني وكده. انتوا عارفين ان الاوتوماتيك دلوقتي المسحوق بتاعه بقى غالي جدا. المهم في الوقت ده كنت خلصت الغسيل كله عصر، وابتديت بقى ايه احط ميه نضيفه زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين اهو. مش هشغل الغسالة تاني بقى عليهم ولا حاجة، لا زي ما انتوا شايفين كده. انا بس عشان ماسكة الموبايل بايدي التانية فبوريكم اهو. ببتدي بقى كده ايه افتح الهدوم كده واحطها ايه جوه المية، عشان المية تدخل جوه الهدوم كلها بقى، وايه اطمن ان هي اتغسلت كويس جدا ونزل منها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده احسن بكتير ما تاخدي بقى الهدوم وتحطيها في طبق في الحمام وتبهدلي الدنيا. انا بصراحة بغسل هدوم كتير قوي، وهدوم ما بتتبهدلش ولا اي حاجة، لاني ما بطلعش هدوم بقى واركن واعصر. فالمهم بتسهل عليا جدا، والغسالة دي من الغسالات الحلوة قوي قوي قوي. اللي عندها اطفال ممكن تجيب، وعندها اوتوماتيك والمسحوق غالي وكده، تجيب منها حلوة جدا. دي 10 كيلو، في منها 7 كيلو. المهم ايه بقى، وانا بفور اللبن وكده في حبة دلقوا مني. تمام. فقلت خلاص اغسل البوتاجاز. انا اول حاجه بدات بالغسيل، وبعد كده ايه داخله على الغدا. هنا عملت غلطه. الغلطه ان انا غسلت بالسلك على طول البوتاجاز ومشيت على البوتاجاز كله. المفروض كنت مسحت اللبن الاول بالفوطه، وبعد كده غسلت البوتاجاز بالسلكه. يلا بقى محدش بيتعلم ببلاش، ويلا يعني ما خدتش بالي منها غير وقت المونتاج. تمام. فقلت خلاص يعني حاجة خدت بالي منها كده واتعلمت يعني منها. فاللي عنده اللبن بيتفور وكده واتدلق منه يمسحه الاول بالفوطه، وبعد كده يبتدي ايه يغسل البوتاجاز. المهم غسلته كويس كده، وابتديت ايه انشف بقى البوتاجاز. انا لو كنت عملت الغدا على البوتاجاز باللبن ده كده كان هينشف بقى مني وهياخد وقت ايه في الغسيل. فقلت لا، الاول اغسل البوتاجاز قبل ما اعمل الغدا. يلا بقى، لو كنت لسه لغايه دلوقتي ما عملتش اللايك، اعملي اللايك وفرحيني بيه، ويا ريت تشتركي في القناه عشان قناتي تكبر بيكم. الحمد لله. يعني مش شكر فيا والله ولا حاجه، بس الحمد لله انا بحب اعمل روتين محترم يفيد اللي قدامي بمعلومه كويسه. ما يجرحش عين حد، ما بسقش لاي حد باي كلمه، ولا بقول اي لفظ من خلال الفيديوهات بتاعتي تضر حد من المتابعين بتوعي يعني في بيته. الحمد لله. بحب راضي ربنا. بعمل روتين بما يرضي الله. ربنا ييسر حالي وحالكم ويرزقني ويرزقكم يا رب العالمين، ويكرمنا كلنا يا رب العالمين، وييسر حالنا في اي شغل، في اي حاجه احنا داخلين عليها. ربنا ييسر حالنا يا رب. المهم بعد كده ما خلصت البوتاجاز، حطيت كده حله وحطيت فيها سمنه، وبعد كده نزلت بالبصل بتاعي ضربه في الكبه، وايه هقلب البصل كويس. تمام. هعمل ايه النهارده؟ هعمل كبده. الكبده اللي انا هعملها دي مش كبده بلدي، دي كبده فراخ. تمام. طبعا انا البصل بضربه في الكب على مرتين، فضربت حبه تاني كده ايه وجبتهم. حطيتهم برضو، وكنت حاطه السمنه. ممكن تحطي زيت، ممكن تحطي زبده، اللي انتي تحبيه. وهبتدي اقلب خالص 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 كده اهو. وهحط البصل كده على عين على جنب، وبعد كده هجيب هنا حله تانية احط فيها سمنه وزيت، وهبتدي بقى ايه انزل عليهم بالشعريه عشان خاطر اعمل رز بشعريه جنب الايه جنب الكبده. تمام. طبعا الرز بشعريه معروف وسهل ومفهوش افتكاسات يعني.
المهم حطيته بقى هناك كده بعد ما حمّرت الشعرية وحطيت الرز وحطيته هناك. طبعًا اللي هيشوف الحلة كده هيقول الحلة اتحرقت، لأ الحلة ما اتحرقتش. بُصّوا هاقول لكم على حاجة، أولًا دي حلة stainless تمام، ثانيًا أنا باحط مادة دهنية قليلة، ما باحبش أحط دهون كتير عشان الأطفال وكده وأنا عاملة نظام دايت وكده، فما باحبش أحط دهون كتير في الأكل. ثالثًا ولادي بيحبوا البصل تكون دبلانة خالص، ما بيحبوش البصل تكون صحيحة كده، بيقعدوا ينقّوها من الأكل. ولادي عاملين زيي ولمّا كنت صغيرة، فأنا فهمتهم وكده، فبقيت أدبّل الأكل أوي، يعني أخلّي قصدي البصل أخلّيه دبلان أوي كده أو محمِر عشان خاطر لمّا يستوي يبقى مش باين يعني في الأكل، بس هو ما احمرش أوي يعني ولا اتحرق، ده هي عشان الحلل الstainless بتبقى كده إيه والمادة الدهنية قليلة فتلاقوها تحمر، بس أول ما باغسلها بتنضف على طول. المهم بعد ما حمّرت البصل وكده نزلت عليهم بكبدة فراخ مقطعاها ومش سلقاها، مقطعاها بس كده وغاسلاها كويس، وهابتدي بقى أحط التوابل بقى، أحط ورق لوري، أحط كده واحدتين حبهان، أحط واحدة قرفة خشب بصراحة بتدّي طعم جميل جدًا، وكزبرة بقى وملح وفلفل أسود وكده إيه، كل اللي أنتم تحبوه. الكبدة بصراحة أنا باعملها كتير لولادي والحمد لله هُم بيحبوها، ودي كبدة فراخ. ما فيش حاجة رخيصة دلوقتي، خلّينا متفقين على كده، وأي أكلة بتعمليها بتكلّف، وما بقاش في حاجة رخيصة ولا كبدة ولا ونص ولا أي حاجة، بس أنا باعتبرها بديل اللحمة، اللحمة غليت جدًا، فهنعمل إيه، هاعمل لهم كبدة. طبعًا فيها حديد وكده، باعملها بديل اللحمة عشان يعني الحمد لله اللحمة ما بقتش تدخل بيوت كتير دلوقتي، فالحمد لله على كل شيء، إيه، لازم أأكّل ولادي الحاجة اللي هُم عايزينها واللي جسمهم عايزها وكده، عملت يعني اخترت إن أنا أعمل الكبدة وكده وحطيت طماطم واتسبِّكت، وبعد كده أكلناها أدي الكبدة أهو، ممكن ما تقطّعوش الكبدة تخلّوها صحيحة، فكانت زي الفل، والأخضر ده ورق لوري. المهم وعملت حبّة سلطة ورُز وعيش طري كده، وبارك الله فيما رزق، ربنا يرزقنا ويساعدنا ويرزق كل اللي محتاج يا رب العالمين. وربنا يشيل الغُمّة دي علينا من غلاء الأسعار، وربنا ييسّر الحال يا رب للجميع، اللهم آمين يا رب. المهم بقى كده بعد ما اتغدينا بقى وقعدنا شوية، وحد يفتكر إني بعد الغدا قُمت على المطبخ على طول، لأ، 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 إحنا لازم نتغدى ونشرب شاي ونقعد شوية كده أشوف الولاد عايزين إيه، عندهم مذاكرة، عندهم حاجة، مش عارفة إيه، وبعد كده أدخل على المطبخ. لمّيت المواعين كده كلّها وحطيتها في الحوض، وبعد كده بقى بابتدي أعمل إيه، أبتدي أغسل بقى المواعين كده إيه، أول بأول يعني، ولو في حاجة لازقة والّا حاجة باملى الطبق مَيّة أو الحلة مَيّة واسيبها في الحوض قبل الغدا، عقبال الغدا بقى باروح غاسلاها بقى وتكون نضيفة. المهم مسكت المواعين كده كلّها غسلتها ونضفتها، والروتين كان خفيف عليكم. ويعني أنا باحب أعمل روتيناتي، الروتين اللي أنا باعمله يعني أنا زيكم، أنا منكم، ما باحبش أعمل حاجة فيها أفورة، أو حاجة واحدة ست تشوفها تقول إيه ده، دي حاجة كبيرة وهاعمل كل ده إزاي، وأجيب لحد اللي قدامي إحباط. أنا ست طبيعية زي أي ست بيت عندها أولاد، ولادها تعبانها، وعندي مطبخ وعندي ترويق وعندي الدنيا بتكركب وعندي الدنيا بتبقى زي الزفت، يعني هنشوف مع بعض الأيام الجاية حاجات كتير، فأطفالي صغيرين، فكل حاجة هتكون طبيعية في قناتي، ما باحبش الأفورة ولا أحب الحاجات الإيه، اللي تشوفيها كده تقولي دي مش واقعية يعني. المهم أتمنى إن قناتي تعجبكم، وأتمنى إن الفيديوهات بتاعتي تعجبكم، والروتينات بتاعتي تعجبكم، ويا ريت اللي نفسه في حاجة أعملها أو عايز يسأل عليّا حاجة يقول لي في الكومنتات، وأتمنى إن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. إن شاء الله، إن شاء الله الفترة الجاية في فيديوهات حلوة كتير جدًا، جدًا، جدًا بإذن الله. هاحاول الفترة الجاية دي أنا هاحاول. بُصّوا أنا من خلال قناتي القديمة ما كنتش باصور حاجة تخُص حد، يعني حاجتي كانت تخُصّني أنا بس. بس فرح أخويا قرّب إن شاء الله، عايزاكم كده تشجعوني عشان خاطر رايحة إن شاء الله نأجر فساتين ليّا وللبنات بناتي يعني وكده بإذن الله، وعايزاكم تكونوا معايا وتقولوا لي اختياراتكم وتقولوا لي رأيكم في الفساتين يعني وكده، ونصور مع بعض الفترة الجاية دي فيديوهات جامدة جدًا، جدًا، جدًا بإذن الله، بإذن واحد أحد. ربنا ييسّر حالكم ويرزقكم يا رب، وينوّل كل واحد اللي نِفْسه في حاجة ينوّلها له يا رب العالمين، وربنا يرزق كل مشتاق، ودي دعوتي دايمًا بادعيها لأي حد، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب العالمين يا رب. المهم خلّصت المواعين كده أهو، وهابتدي بقى أغسل الرخامة والحوض، وآسفة جدًا ما وريتكوش الحوض بعد ما غسلته عشان الموبايل فصل منّي. وما كمّلت يعني حطيت الموبايل على الشاحن، وبعد كده بقى أنا إيه كمّلت الحوض. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، وبكده أكون خلّصت معاكم فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.